بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، كنت عايز بس يا جماعه اعمل فيديو بسيط كده ردا على الاخ العالمي على ما تفرج على راي وسام سالم الكابتن احمد حسام ميدو، وهو بيتكلم على الشناوي بيقول لك والله الشناوي انا مش انا رافض اللي الشناوي قاله. وازاي يقول ان مستني حد يقول له الحمد لله على السلامه؟ وازاي والله يا جماعه يقول والله ان محدش عبرني، محدش قال لي انت الحمد لله بقيت كويس؟ الكلام الفارغ ده. بقول لك ان الكلام ده كله بنتيجه ان الشناوي حاسس بضغوط، وان الشناوي عمره ما حس قبل كده ان في حد جاي وراه وفي حد بينافس على مركز حراسه المرمى سواء في الاهلي او المنتخب، وان مستوى شوبير الحالي اثر كتير على نفسيه محمد الشناوي. وبيقول له دلوقتي يعني يا شوبير انت يعني يا شناوي انت خنق، ده انت خانق جون في ماتش مصر وبوركينا فاسو. اللي ما يعرفش المصطلح ده قصده يقول ان انت لبستنا جون. طبعا انا عملت فيديو قبل كده بيوضح ليه الشناوي ما يلبسش جون اصلا، ما عملش مشكله بوركينا فاسو ما كانش الشناوي السبب الاساسي فيها نهائي، في لعيبه تانية كانت السبب. انا مش بقول كده عشان بدافع عن الشناوي، انا لبست الجون لثلاثه لعيبه من الاهلي مع مصطفى محمد في وجهه نظري طبعا اللي على قدها، يعني انت واخد بالك. فعايز ارد بقى الكابتن ميدو بقى بيقول لك ايه بقى يا معلم. فانا عايز اقول لك كابتن ميدو، بس معلش يا كابتن ميدو، يعني انت حاطط او يعني مركز قوي موضوع الشناوي. يقول لك مش عايز الشناوي يزعل مني، ده عشان منتخب مصر، ده شوبير يلعب عليه وهو حاطط السيجار في بقه. يعني كنت عايز اقول له يا كابتن يعني يا كابتن ميدو، مش كل الناس بتشرب سيجار يا ريس. يعني ما واحد بقى كاتب له تعليق بيقول له والله يا كابتن ميدو هو فعلا انت لازم تكمل الفيديو، هو سيجار ومعاه كاسه ومعاه واحده، انت فاهم؟ فطبعا ده كلام فارغ يا جماعه الخير يعني. الفكره كلها ان الكابتن احمد حسام ميدو بيحاول، بس انا ما اعرفش هو عن قصد ولا بدون قصد، انه يتوه خالص موضوع عواد ومحمد صبحي. يا جماعه الخير عواد اخر موسم له السنه دي، المفروض ان هو بيجدد، المفروض ان محمد صبحي يحاولوا يجددوا له، تمام؟ مفيش اي مؤشرات اصلا بتقول ان الزمالك معبر اي حد من الاثنين دول، تمام؟ سواء عواد او صبحي. يعني صبحي تقريبا فاضل له موسم او حاجه كده، والاخبار التانية اللي جايه من ناحيه عواد بتقول ان عواد خلاص هيخلص الموسم ده وهيسافر. دكتور علاء صادق كان قال ان هو جاله عرض في تركيا او في السعوديه حاجه كده. طيب هو دلوقتي انا عايز اسال سؤال بس، هو كابتن احمد حسام ميدو ماله ومال الشناوي وشوبير اصلا؟ يعني احنا لما نعوز احنا اللي نتكلم، احنا اللي نعترض، احنا اللي نتكلم على الشناوي، احنا اللي نتكلم على شوبير، شايفين ان الشناوي غلط، احنا اللي نرد مش انت. انت دلوقتي عايز تتوه الناس عن البلاوي اللي عندك في الزمالك. يا بيه انت عندك الراجل جوميز ما خدش فلوسه، والراجل الولد الافريقي اللي هو الاوغندي ده ولا مش عارف من الكونغو ده، المهم الولد الصغير اللي جايبينه ده اصلا هيطرد من النادي، هيطرد من السكن بتاعه عشان ما قبضش منكم بقاله 3 4 شهور، والنادي ما فيهوش دولار واحد، والنادي فيه بلاوي سودا وفيه مشاكل. وشيكابالا ما حدش برضه الاسطوره بتاعكم ما حدش فكر ان هو يجدد له، ما حدش مش عارف تقريبا برضه الكابتن عبد الشافي مش هيجدد ولا هيعتزل، طبعا مع كامل احترامنا للكابتن عبد الشافي. طب انت فين بقى من الكلام ده؟ يعني انت مركز مع الاهلي وسايب الهكس والبلاوي اللي عندك دي كلها. يا عم بلاش كده، بلاش. انت فاهم ان انت لما تقول كده والله خلاص احنا فعلا نقول يا ده الكابتن ميدو يعني سمعه مصر حرقاه قوي ومتنحرر قوي عشان سمعه مصر. يا كابتن ميدو انت بتقول كده عايز تحط السم في العسل وعايزنا احنا نضرب الشناوي وشوبير في بعض. يا باشا الاثنين دول ولادنا، عملوا اللي عملوه هم بتوعنا احنا. انت مالكش راي اصلا ان انت تتكلم، ومالكش حق انك تتكلم على الشناوي او شوبير. ده مبدئيا. اتكلم يا عم عن الفضيحه والبلاوي اللي عندكم في نادي الزمالك، وبعد كده تعالى اتكلم معانا احنا. قول لي مثلا عواد مشكلته ايه، صبحي مشكلته ايه، مستوى عواد وصبحي اصلا ايه؟ انت واخد بالك؟ يعني اقنعنا بس باي حاجه، يعني اتكلم بالعقل شويه يا كابتن ميدو. يعني معلش يعني حاول تكلمنا وانت صاحي بس شويه. يعني احنا فايقين والله العظيم وشايفين انت بتعمل ايه، وواعيين قوي للي انت عايز توصله، وواعيين قوي من فكره دس السم في العسل والكلام الفاضي اللي انت بتعمله. انت مش من حقك انك تتكلم عن الاهلي في اي حاجه. اتكلم يابا عن الزمالك وحل لنا مشكله اللعيبه اللي انتم مش عارفين تجددوا لها، ومشاكل وقف القيد ومشاكل الخناقات والدوشه اللي عندكم دي، وبعد كده تعالى اتكلم يا عم الحاج.